قبل ما ابدأ الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. أحلام حبيبتي فوق. أحلام ردي علي. بس طبعا ده كله كان من غير فايدة، فبص لأحمد وقال له بصوت عالي: بسرعة كلم الدكتور. ورن أحمد بسرعة على الدكتور والدكتور جه وكشف عليها وبص لأحمد. البنت دي تعرضت لصدمة كبيرة. أنا اديتها حقنة مهدئ وعلى الصبح إن شاء الله هكون فايق. وصل أحمد لحد بره وطلع لآدم وهو متعصب جدا. ممكن أعرف أنت عملت فيها إيه؟ أنا لحد دلوقتي مراعي إن أنت جوزها وأنا واثق إنك مستحيل تأذيها، وسكت على رفع سلاحك في وشها. بس شكلي غلط وجوازها منك كان غلط يا آدم. لما عرفت إنك متقدم لأحلام كنت رافض، لأن أحلام مش هتسلك مع الجبروت اللي زي أنت. عاوز واحدة قلبها جامد وتكون قوية علشان تعرف تتعامل معاها. لكن لما شفت فرحة أحلام والحب اللي ظاهر من ناحيتها ليك سكت وقلت مستحيل آدم هيعامل مراته زي ما بيعامل الناس. بس اللي شفته منك النهاردة أكد لي إن أنا غلطان، وإنه معاملتك مع الناس ومعاها واحد، وإنت ما بتتغيرش حتى لو كانت بالنسبة لك إيه. وهي لو أصرت على الطلاق أنا أول واحد هكون في ظهرها. ماشي خلص؟ أظن إن ما بقاش في حاجة تتقال، وأنا مش هطلعها حتى لو أصر. لا عاش ولا كان اللي ياخد حاجة تخصني. قرب منه أحمد وقال له بشار: بس أحمد الكيلاني هو اللي هيقف في وشك يا آدم، حتى لو ابن الكيلاني هو اللي هيقف في وشي. ولما انت بتحبها وعايزها ليه بتخونها؟ مصدق يعني اللي هي قالته؟ أنا مستحيل أكون خاين. أختك هي اللي حكمت من غير ما تسأل. لا يا شيخ، وانت كنت بتعمل ايه دلوقتي؟ ده انت رفعت السلاح في وشها. ما تنكرش انك لو كنت مكاني كنت قتلتها. شد أحمد شعره بعصبية. هو عارف إن آدم معاه حق، وإن أكتر حاجة بتميز آدم سيطرته على عصبيته. طب إيه اللي حصل؟ ممكن أقدر أساعد. آدم بتنهيده حاجة كل حاجة لحظة. عارف يا آدم، زمان كانت أحلام حصل لها صدمة بسبب إنها كانت اتحبست في أوضة ضلمة وقت طويل، وكنت جنبها ومش بسيبها لأنها كانت متعلقة بيا أنا وبنت عمها. ولما دينا سافرت بسبب ظروف حصلت في شغل والدها فضلت معاه، وبعدها سافرت أنا كمان علشان أتابع الشغل اللي بره. وأحلام ساعتها حست إننا ما بقيناش عايزين، وأقرب اتنين في حياتها سابوها، وفضلنا نعاني علشان نقدر نكلمها أو حتى ترضى عننا. بعد مدة طويلة رجعت أحلام واتعاملت معانا. أحلام صعب تراضيها. هو مفيش في رقتها وجمال قلبها، بس الوجع اللي يتسبب لها من ناحية حد هي بتحبه صعب تغفر، فما بالك بقى حبيبها وجوزها. أنا عارف إنك ملكاش ذنب في كل اللي حاصل، بس هي مش هتنسى كلامك واللي عملته معاها. خد آدم نفس بزعل لأن عارف إن كلام أحمد صح. أنا فضلت أتعامل معاها على إنها بنتي وصاحبتي قبل ما تكون حبيبتي. فضلت كتير خايفة أجرحها، بس لما شفتها وشفت براءتها حبيت، وفضلت كتير أحاول أنساها لأني كنت خايف عليها من نفسي. بس لما اتأكدت إنها بتحبني وأنا مش قادر أبعد عنها، ساعتها بس أخدت القرار إن هي هتبقى لي لو مهما حصل، وهبعدها عن أي حاجة تانية تسبب لها الوجع. بس النهاردة لما شفت الخوف اللي في عينيها من ناحيتي حسيت أنا بالوجع. كل حاجة إن شاء الله هتعدي، وما تنساش إنها بتحب، واللي بيحب بيسامح. وأحلام مش بتحبك بس يا آدم، اللي بشوفه في عينيها من ناحيتك بستغرب لأنها عمرها ما حبت قبل كده، وإحنا بس اللي كنا في حياتها. بس سبحان الله، ربنا أراد إنها تحبك للدرجة دي علشان تقدر تعوضك الوجع اللي شفته زمان. وسابوه خرج وآدم كان ضميره بيقتل. أحمد عارفه من زمان هو وحازم ويوسف، لكن بعد ما سافر ما بقوش بيتكلموا. بص آدم لأحلام بزعل وفك الحجاب من على راسها وابتسم بحب على جمالها لأنه أول مرة يشوفها بشعرها، وغطاها وفضل جنبها طول الليل لحد ما راح في النوم. وتاني يوم الصبح صحيت أحلام وكان في وجع جامد قوي في راسها، ولما حاولت تقوم ما عرفتش لأن في حد لف في ايده حواليها وحاضنها جامد جدا. وبصت جنبها لقت آدم نايم بهدوء وشكله حلو جدا، وكانت قاعدة تتأمل وشه. بس افتكرت اللي حصل واتجمعت الدموع في عينيها وسحبت نفسها منه. فآدم صح: أحلام في ايه؟
حاجة بتوجعك؟ أكلم الدكتور يجي يشوفك؟ أحلام ما كانتش بترد، كانت بتعيط وخايفة مني. حبيبتي في إيه؟ أنا جنب، في إن أنا عايزة أتطلق منك يا آدم. طيب اهدي دلوقتي وادخلي خديلك شاور علشان نمشي. والدك اتصل عليا بالليل وأنا قلتله إنك تعبانة شوية وإننا في البيت عندها. هزت راسها وقامت دخلت تاخد شاور، وبعد مدة أحلام بصدمة يا نهاري أنا ما معيش هدوم، ولفت نفسها بالفوط وبصت في كل مكان فما لقتش حد، وخرجت تجيب أي حاجة من دولابها وبعدين تبقى تطلب منه يجيب لها لبس. طلعت شوية لبس تشوف، وفي الوقت ده دخل عليها آدم وفي ايديه شنط كتير، وأول ما شافها بالمنظر ده صفر بصوت عالي وخلى أحلام وشها يقلب 100 لون من كتر الكسوف. أنا بقول ما نروحش النهاردة. جريت أحلام بسرعة على الحمام وحطت ايديها على قلبها وهي بتاخد نفسها بصعوبة. يا لهوي أنا قلبي وقف. فسمعت آدم وهو بيضحك بصوت عالي أنا جبتلك هدوم، اخرجي البسي وهستناكي بره. وبعدها سمعت صوت الباب وهو بيتقفل، فخرجت بسرعة علشان تقفل الباب حلو وفتحت شوية شنط، لقيته جايب لها كل حاجة فلبست وخرجت تقابل أحمد راح عليها وهو على وشه ابتسام. صباح الخير يا روح. صباح النور. عاملة ايه دلوقتي؟ كويسة الحمد لله. راح آدم وسحبها من ايد أحمد بعصبية مكتومة. بقول إن كده كفاية. فحاول أحمد إنه يكتم ضحكته بسرعة. طيب تعالوا الفطار جاهز. أحلام سحبت ايديها من ايد آدم وبصت له بعصبية وسابته وخرج. آدم رفع حاجبه شكلها هتعذب وخرج وراها وقعدوا كلهم على السفرة، وآدم أكل حاجات بسيطة وقال هستناكي برا في العربية، تقدر تروح انت، أنا مش همشي معاك، قلتلك هستناكي برا تخلصي أكل وتيجي، وأنا قلت هروح مع أحمد. آدم اتعصب جدا وعينيه احمرت وأحلام اترعبت من شك. أحمد بهدوء خلاص يا آدم أنا هروح، لو ما خلصتيش وجيت أنا هدخل أجيبك بنفسي. ومشي من قدام. غبي وحيوان. حبيبتي أنا معاكي مستحيل حد يأذيك، أول مرة حد يعاملني بالطريقة دي وأول مرة أشوف عصبية آدم. أنا من اللي شفته امبارح وأنا بقيت خايفة منه أوي. ما كنتش مصدقة يا أحمد اللي آدم عمل وإن أشوفه وهو بيخون. آدم مستحيل يعمل كده بس أنا شفته بعيني. آدم حكالي على كل حاجة وقال لي إن هو اتفاجئ باللي عملته، وقال لي إن هو فضى الشراكة ما بينهم وهيحاسبها على اللي عملته. أما اللي شفتيه من آدم امبارح فده رد فعل عادي لأي واحد يشوف مراته مع واحد تاني، وساعتها آدم ما كانش يعرف إن انت أخت. فاعذريه يا أحلام، آدم بيحبك بجد. انت اللي بتقول كده يا أحمد؟ انت ما سمعتش كلامه امبارح؟ أنا بقيت أترعب منه. مستحيل أسامحه يا أحمد، مستحيل، كده كفاية. أنا معاكي في أي قرار تاخديه، بس قبل ما تقرري أي حاجة ومش عارفة ايه مصيرها أو تأثيرها عليكي هيكون عامل ازاي، فكري يا أحلام، لأن اللي بشوفه في عينيكي الأدم صعب إنه ينتهي. يلا يا حبيبتي روحي دلوقتي، آدم مستنيكي بره. أحلام هزت راسها وراحت ركبت العربية مع آدم بزعل من غير ولا كلمة، وهو طلع بالعربية من غير حتى ما يبصلها. آدم بهدوء أنا ما قصدتش أي كلمة قلتها امبارح، ما قدرتش أسيطر على عصبيتي وطلع مني الكلام ده كله. أما البنت دي والله أنا اتفاجئت من اللي عملته. بصت له أحلام بزعل وبعدين بصت من الشباك من غير ما تقول ولا كلمة. طيب أنا عايزة أقولك على حاجة، اليوم اللي كلمتك فيه ما كانش قصدي إنك مالكيش أهمية، بالعكس انتي الحاجة الحلوة اللي في حياتي، بس أنا مش عايزك تشوفيني غير آدم حبيبي. إما أنا العداوة والحقد والشر اللي في شغل أو اللي أنا بمر بيه مش عاوزك تعيشيه، علشان كده ببعد. أحلام وهي بتعيط ولو أنا ما شفتش الحلو والوحش واتقبلت الوحش بتاعك قبل الحلو بشركة حياتك ازاي يا آدم؟ أنا عارفة إن منصبك بيعرضك لحاجات كتير، بس بدل ما تخليني قريبة منك وتشكيلي وجعك تبعدني عنك، عايز تفضل كاتم اللي جواك لدرجة إني مش هعرف الشخص اللي بحبه ده مين. ده اللي أنا اتعودت عليه، اتعودت إني محكيش وجع وأجيب حقي بإيدي، اتعودت إن أنا أقسى على نفسي. أنا قبل ما أجي أطلب إيدك كنت خايف ما تقدريش تستحملي طبعي، وحاولت كتير ما بينش غير حبي ليكي بس، وأتعامل معاكي بحذر خايف أجرحك،
بس الخوف اللي شفته في عينيكي من ناحيتي لأول مرة خلاني عرفت إن قراري كان غلط من الأول. حاولت أحلام تسيطر على دماغي وبصت الناحية التانية. آدم أخد نفس طويل وهو بيكلم في نفسه، وربنا يعدي الأيام دي على خير. ولحد كده استنونا في الحلقة الجاية، وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم كل جديد.